السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصص صالون شاي عائشة. قصتنا اليوم أو الجريمة ديال اليوم ديال الشابة إلهام، شابة في مقتبل العمر أو قاصرة في مقتبل العمر، أصبحت جسد بلا روح بسبب واحد ما يسمى بالحاج، حاج بلا حج، اللي دمر لها الحياة ديالها واللي خلاها تعيش حياة مأساوية، وحتى النهاية ديال هذه القصة للأسف مأساوية. نشوفوا مع بعضياتنا القصة ديال الشابة من البداية حتى النهاية. الشابة إلهام عاشت مع والديها في مدينة الدار البيضاء، بالضبط في حي التشارك. الأب كان عامل في واحد المقاولة ديال بيع مواد البناء، كان مسكين كيخدم تماك، ومن كيسالي كيهز الهوندا ديالو وكيبقى كيخدم بها كيوصل الطلبيات. خدام عند واحد الحاج بلا حج اللي الاسم ديالو عبد اللطيف. راكم عارفين بعض الناس ملي كيكونوا لاباس عليهم كنبقاو نلقبوهم باسم الحاج، كنعطيوهم اللقب ديال الحاج وهما راه ما عمرهم فاتوا حتى مدينتهم، اولا بينهم وبين الحج غير الخير والاحسان. هاد الحاج عبد اللطيف كانت عنده مقاولة ديال بيع مواد البناء، وكان راجل اللي هو لاباس عليه. المراه ديالو ماتت، وكانوا عنده ولاد اللي هما مشاو استقلوا بحياتهم وعايشين حياتهم، وهو كان عايش بوحدته في واحد الدار اللي كتكون من 3 ديال الطوابق، وكان داير ليهم فرعون تماك لان كان عنده دروغري ومقاوله واحده اخرى كيبيع فيها السيما والزليج وداك الشيء. هاد الاب عبد الكريم اللي كان خدام عند الحاج كان عنده 2 بنات. بنت وحده الكبيره ماشي هي البطله ديال القصه ديالنا، اللي كانت كتخدم مسكينه في واحد الطبيب كتشد لي غونديفو، وكانت مسكينه باش كتسالي كتسيق العياده ديال هذاك الطبيب، كانت كتعاونهم في المصاريف. وكانت عنده البنيته اللي هي إلهام. هاد إلهام كانت قرايه تبارك الله ما شاء الله، وكانت زويونه ومؤدبه ومتخلقه، وكانت كتجي هي الاولى في القسم ديالها. وكانوا من كيسولوها شنو بغيتي تولي في المستقبل كتقول لهم بغيت نولي بوليسيه، وهذا الحلم ديال بزاف ديال البنات، بغيت نولي بوليسيه ولا نولي عسكريه ولا نولي دابا جدارميه في هذا الوقت هذا. البنت كانت متطلعه للمستقبل وعاجبها، يعني عاجبها راسها وعاجبها المستوى، تبارك الله، الفكري ديالها انها غادي توصل واحد النهار. وهي في الاولى ثانوي، كانت الام ديالها دائما من هي غير ربة بيت، دائما من كتبغي يعني ما بين 12 و2 كتبغي تصيفط للزوج ديالها الماكله ديالو، بحكم انه كيبقى مسكين من الصباح حتى العشيه في الخدمه، وتيخدم 2 خدمات باش يوفر ليهم ما ياكلوا. كتصيفط له الماكله، مره كتمشي هي، وشي مرات من كتجي إلهام من المدرسه كتصيفطها هي، كتقول لها سيري دير لباباك الماكله باش يتغدى. فإلهام شي مرات كتلقى باها، وشي مرات كتلقاه هز مسكين الهوندا ومشى يوصل لشي واحد الطلبيات ديالو. مين ما كتلقاش باها كتلقى با الحاج. اش كيدير با الحاج عبد اللطيف؟ كيبقى يستلطف بها، بحيث انه كيبقى يسولها ويقيس ليها في شعرها ويتلمس عليها، ولكن باش يغطي هذاك الفعيل اللي كيدير جهنميه كيمشي كيدور معاها وكيقول لها هاد الشيء ما تعطيه لتا شي واحد وما تقوليها لتا شي واحد باش ما يديها لك لا باك ولا امك، سيري شري بها الحلوى وشري بها داك الشيء اللي بغيتي. البنت للاسف ما كانتش كتقول لوالديها انه عطاني الحاج الفلوس، وانما كتمشي كتقول لامها هانتيا راني لقيت الفلوس. كتقول لها امها مسكينه هذاك راه رزقك، اولا بك كتشوف عندها الحلوه كتقول لها من جبتيها، كتقول لها راني لقيت الفلوس في الزنقه وراني شريت بها امي الحلوه. الام كانت كتصدق، حاجه طبيعيه. واحد النهار الحاج عبد اللطيف من بعد يعني محاولات كثيره ديال الاستلطاف ومحاولات كثيره ديال انه يعني بقى يتقرب ليها، واحد النهار جن جنونو وما سيطرش على راسو ونقض على إلهام، نقض عليها وبغى يغتصبها. البنت فاطمه بانه هذاك راه اغتصاب، يعني فاطمه بان هذاك راه بغى يدير معاها شي حاجه ماشي هي هذيك.
فناضت بقات كدافع على راسها. ملي بقات كدافع على راسها اكتفى بأنه يشد يديه ويكتفي بأحد الأصبع ويخدش ليها المنطقة الحساسة ديالها. هربت منه ومشات لعند الأم ديالها وصارحتها بالحقيقة وبالواقع بالواقعة، وقالت ليها مي الحاج ها ما دار لي وها ما دار لي وها ما دار لي وها ما دار لي. هزوا البنت للسبيطار، وكان السبيطار تعرفوا الأطباء ديال الدولة كيكونوا محلفون، فهزوا البنت للسبيطار. اتضح أن البنت عندها كدمات في الصحة ديالها، في العنق ديالها والوجه ديالها والصدر ديالها، واتضح أن هناك خدوش في الجهاز التناسلي ديالها، في المهبل ديالها كاين خدوش، يعني محاولة الاغتصاب. شكون اللي دار لك هادشي يا بنتي؟ قالت ليهم الحاج هو اللي دار لي هادشي. استدعاو السلطات، كتبوا ليها شهادة طبية ومشات يعني كدير المحضر ديالها عند السلطات. استدعاو الحاج، فإذا بالحاج كينكر بتاتا بأنه دار شي حاجة لهاديك البنت، بل بالعكس قال بأنها غير بغات تحط عليا الباطل. وبين عشية وضحاها تعرفوا الديبو ديالو غادي يكون فيه كاميرات، طاروا الكاميرات، طار كل شيء، ما بقات حتى شي حاجة في هذاك الديبو ديالو، ونكر. ولكن الشهادة الطبية خلاته أنه يتزرف وعطاوه 5 سنين. صراحة ما بغيتش ندخل في الاخر، لان هذا القاضي اللي حكم عليه ب5 سنين وكان يعني المشورة ديال المحامي باش خرجوا من هذه الورطة، لانه هو نورمالمون خصو من 20 حتى 30 عام، لان محاولة افتضاض البكارة وقاصر هي كانت يعني راه من مواليد 1995. ولكن العدالة الإلهية هذاك القاضي قال لك اللي خرجوا يعني دار له التخريجة من هذه الورطة، ف يعني من بعد كي يطيح في واحد المشكل كبير ديال واحد العصابة، واللي أثبت في حقه أنه كان يتلاعب، فهو مشى يبرد راسو، هو في الحبس طبق عليه نفس ما طبق على كاع الناس اللي هما تيتلاعبوا بالقانون او المجرمون او لا، يعني هو طبق عليه القانون، يعني العداله الالهيه لعبات في هذه القضيه. ولكن حنا نبقاو في القصه ديال إلهام. دخل الحاج ب5 سنين وتهرب مزيان، وتم هناك يعني ثغرات، لعبوا على واحد مجموعه ديال الثغرات، منها ان الكاميرات وانه يعني انكر جمله وتفصيلا بانه عنده مشكل مع هذه البنت، او هذه البنت اللي تحرش بها او لا، يعني الكاميرا اللي غادي تثبت راها ما كايناش، ولكن الشهاده الطبيه هي باش شداته. راك شنو غيوقع لإلهام؟ إلهام كانت شخصيتها على قدها، ماشي شي وحده اللي يعني شخصيتها مرحه وتقدر تدوز على الامر، خصوصا انها باقا محتفظه بالبكره ديالها. ولكن هذاك الخلعه اللي خلعها الحاج، وهذاك الانقضاض اللي انقض عليها الحاج يعني ورعبها، خلاها مسكينه جسد بلا روح، قاسها واحد الاكتئاب اللي خطير. خرجت من القرايه وبقات حبيسه ديال البيت، وكانوا مساكن اصلا هما على قد الحال، والراجل تشرد من الخدمه، خرج من الخدمه ما بقى لا خدام لا والو، وبالتالي بقات غير ديك البنت مسكينه اللي خدامه مع الطبيب هي اللي كتصرف عليهم. الحاج ولو هو في الحبس ما بغاش يتوب وما بغاش يتراجع. شنو بقى كيدير؟ بقى كيقلب عاوتاني على شي محامي اللي يدير له ثغرات قانونيه. قالوا حقاو الواد غادي تعطيوه واحد، دار واحد الاستعطاف على اساس انه مرض مزمن، باش يحظى بواحد البيت ويحظى يعني بانه يبقى يكون عنده استراحه، وبحدا ما يبقاش بحال دوك مع المساجين العاديين. هذاك الشيء اللي كان. ومن بعد كان يعني التخفيف حتى خرج، يعني دوز غير عامين وخرج. من خرج الحاج دار واحد الغلطه اللي هي تعتبر غلطه العمر، باش يفقس عبد الكريم ويفقس إلهام والعائلة ديالها، ويقول لهم بأنكم ما ديتوا مني لا حق لا باطل. مشى ودار واحد الحفلة وكأنه ما عرفت مين جاي، وكأنه عاد حطاتو الطيارة من العمرة. دار واحد الحفلة وكأنها عرس باش يفقسهم، بحكم أنهم كانوا ساكنين حداه. وبقى كينشر الإشاعات على أنه كان عايش هاني وعايش ممتع وعايش كي الأمير راكم عارفين ديك الهضرة الخاوية اللي الإنسان كيلجأ ليها لما كيبغي يغيظ بها الطرف الآخر. ساق الخبار عبد الكريم ومشى لعنده، مشى لعنده للديبو ديالو، هضر معاه، قال له دابا الحاج انا بنتي راه كتعاني من اكتئاب خطير،
وأنا خرجت من الخدمة وما عندي حتى شي حاجة، ما عندي لا والي لا تالي لا خدمة لا social لا حتى شي حاجة، دابا عافاك واخا تعطيني غير شي مبلغ ديال المال، ياك دابا أنت خرجتي منها سالم غانم، عطيني غير واحد المبلغ ديال المال بعدا ندي غير بنتي تعالج قبل ما تضيع من يديا، خصوصًا أنها ما بقات لا كتاكل لا كتشرب، يعني قاسة واحد الاكتئاب اللي هو خايب. البنت كانت كتحلم مسكينة أنها تولي بوليسية، حتى ولات يعني ما حتى ولات مسكينة جالسة في الدار وحبيسة ديال هذاك المشكل اللي وقع ليها، الكابوس اللي هي عاشته. فالحاج الخسيس شنو غادي يجاوبو؟ قال له: أنا هذيك غير طيحات عليا الباطل، ولكن أنا عيني في بنتك الكبيرة وهي اللي بغيت نتزوج. سمع عبد الكريم بحال هكاك، الدم بدا كيغلي فيه، حس بأنه هانو وبأنه جرحه حتى في الكرامة ديالو، واستغل الفقر ديالو واستغل قلة الحيلة ديالو. قال له: واخا عطيني يومين غادي نفكر ونجي عندك. مشى كيفكر فيها عبد الكريم مزيان، وكيقول هاد السيد اللي استغل الفقر واستغل قلة الحيلة ديالي واغتصب لي وحدة، ومشى كيقلب أنه يتزوج الأخرى. إذا هذا خاصني نشوف له شي تصريفة على هاد الأفعال اللي كيدير، وعلى هاد الإهانة اللي هاني. رجع عنده من بعد يومين وقال ليه: واخا استشرت مع البنت وراها قبلت أنها تزوج بك، ودابا غدا إن شاء الله مرحبا بك تعشى معانا وتشوفها ونقادوا الأمور ديال العرس إن شاء الله بإذن الله. والبنت راها موافقة وحتى أمها راها موافقة. الحاج طار بالفرحة وقال: أنا وصلت للمراد ديالي، وحدة ضحكت عليها ووحدة غادي نتزوج بها. شوفوا قلة الدين كيفاش دايرة. مشى عبد الكريم، مشى عند الزوجة ديالو، بقى يعني كيشوف فيهم واحد النظرات، يعني نظرات في شكل. شد ليها اليد ديالها قال لها: بنت الناس انت غتمشي عند الوالده ديالي ودي البنات، انا راني لقيت واحد الخدمه في طنجه، ودابا سيري جلسي مع الوالده ديالي، انا عندي 30 يوم ونجي عندكم ان شاء الله باش ندير ونحاول انني نديكم معايا. وبقى كيقول ليها يعني المسامحة إلا كنتِ وصدّر بيناتنا شي حاجة أو لا الآخر وسمحوا ليا، ويعني بدا كيتودد لهاداك الزوجة وكيتودد لهادوك البنات، وهز هادوك البنات وداهم عند الأم ديالو هما والزوجة ديالو، وتوجه عند الحاج مباشرةً. جاب الحاج للدار، وباش دخل الحاج للدار بقى كينتبه أنه الناس ما كاينينش، يعني ما كاينش. كيقول له: فين هي البنيته؟ كيقول له: ها هي غادي تجي حقا، راه مشات للكوافوره، مشات تقاد وجهها، راك عارف العيالات كيفاش دايرين، راك عارف الناس كيفاش دايرين، راها فرحانه. مشى هز التليفون على أساس أن كيهضر معاهم، سربيو دغيا أجي وراه الحاجة. مشى توجه للكوزينة، وجد ليه كويس ديال اتاي، وجد ليه حليوات، عطاه يشرب اتاي. الحاج كان فرحان، بقى كيقرقب كاس من مور كاس، حلوة من مور حلوة، حتى بدا كيتغافى وبدا كيجيه النعاس. طاح الحاج كاو. تماك عبد الكريم غادي يمشي للكوزينة وغادي يجيب واحد الزروطة أو هراوة، وغيضربو جوج ضربات للراس. وما غاديش يكتفي، غادي يمشي يجيب عاوتاني واحد القنب وغادي يدورها له على العنق ديالو حتى غادي يصفيها ليه في مرة. وغادي ما غاديش يكتفي عاوتاني، غادي يمشي يجيب واحد الميكا وغيجيب بوطة صغيرة بحكم أنهم كانوا عايشين على قد الحال، وغادي يجردو من الملابس ديالو كاملة، وغادي يبقى يشد الميكا ويقطر ليه على جهازه التناسلي، معاقبة له على شنو دار ليه في البنت ديالو. من بعد ما حس أنها تصفات ليه في مرة، خلاه هكاك ومشى لعند الزوجة ديالو. مشى عندهم قالوا ليه: جيتي؟ قال ليهم: انا راه ما تفاهمتش مع داك السيد، ودابا راني جيت بحالاتي غادي نتغرب وما عطانيش الصالير مزيان. المهم شاف ليهم شي حاجه ماشي هي هذيك، مع العلم ان هذا الحاج هذا باش نقول لكم علاش كان شادو لان كان كيعطيهم الزكاه والعشور وكيعيد ليهم، يعني كان عارف الوضعيه الماديه ديالهم مزريه. قال لهم: يلاه خرجوا معايا. هو كانت في حيلته هاد السيد كامل عبد الكريم، كانت حيلته واحد 7000 درهم. هز ديك 7000 درهم مشى عند البنت إلهام مسكينه اللي مريضه واللي صاحبه هاد القصه وهاد الجريمه، ومشى شرى ليها سلسله ديال الذهب وقال لها: هادي ديريها في عنقك
وخلّيها دائمًا بقيت تفكّريني بها. ومشى داهم لواحد البلاصة غالية ووكّلهم مزيان وشرّبهم مزيان، ويعني خلّاهم يعيشوا ليلة ولا في الأحلام، وقال لهم دابا غنمشيو للدار. توجّه بهم للدار وحل الباب، فإذا بهم كيشوفوا الحاج مجرّد من الملابس ومعذّب في هاديك الحالة. بقى كلشي كيغوت، كاع الفرحة اللي دوزوها رجعت ليهم جنازة الله يستر، كلشي كيغوت. قال لهم: "هاد الشي درتو على مسبتكم نتوما، وباش تعيشوا بكرامة ونرجّع ليكم غير شوية من هاديك الإهانة اللي هانكم الحاج عبد اللطيف." غوتوا للبوليس، جا البوليس، تم اعتقال الأب عبد الكريم، تسجن للأسف، دوز 7 شهور ديال السجن، وفارق الحياة بالألم والحسرة اللي كان كيعيشها. هذه هي القصة ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.